تسريبات جديدة للحلقة الرابعة من مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث. خلونا نستعرض أهم ما حدث سابقا ثم نكشف مفاجآت الحلقة القادمة. في الحلقة الماضية تصاعدت الأحداث بشكل كبير. شاهين ومقناص تمكنا من إخراج الشيخ رشا من الخطر بعد المواجهة التي جمعتها بالعقرب ورجاله. لكن شاهين تعمد إخفاء الحقيقة عن الشيخ صقر وأخبره رواية مختلفة تماما، مدعيا أنه كان في رحلة إلى المدينة وأن الأمر لم يتجاوز اتصالا عاديا. في المقابل قمر وجراح توجها إلى المدينة برفقة مهاوش لتتشابك الخيوط أكثر هناك. وعند وصول شاهين إلى المدينة أصرت رشا على زيارة فزاع في المستشفى، لكن ما لم يكونوا يعلمونه أن فزاع كان قد دبر خطة هروب دقيقة مع مدير المستشفى. تم تبديل الأدوار، المدير ارتدى ملابس مريض بينما خرج فزاع متنكرا بزي ممرض من المخرج الخلفي. وفي اللحظة التي دخل فيها شاهين ورشا غرفة العمليات كانت الصدمة بانتظارهم، الشخص الموجود ليس فزاع. وتنتهي الحلقة على هذا الاكتشاف المفاجئ. أما في الحلقة الرابعة فالوضع لن يبقى هادئا. شاهين يتوجه فورا مع رشا إلى الضابط المسؤول عن الحراسة ويتم إبلاغ الجهات المعنية لتبدأ حالة طوارئ داخل المستشفى وإغلاق للمخارج وانتشار أمني واسع. لكن المفاجأة أن فزاع لا يتمكن من مغادرة المبنى بالكامل ويصبح عالقا في الداخل محاصرا بعد أن انكشفت خطته الأولى. على جانب آخر تصل زهرة وأم جراح إلى المدينة، وهناك تنكشف حقيقة صادمة حول شقيق زهرة وإدمانه، ما يفتح مسارا دراميا جديدا في الأحداث. كما يصل الخبر إلى الشيخ صقر بأن فزاع هرب بعد اتصال مباشر من رشا، ليبدأ التوتر بالتصاعد خارج المستشفى أيضا. فزاع الآن في موقف حرج، لا يستطيع الخروج ولا يمكنه البقاء مكشوفا، وهنا يتم تفعيل الخطة البديلة. التسريبات تشير إلى أن الهروب هذه المرة سيكون بطريقة غير متوقعة تماما، حيث سيتم تهريبه داخل تابوت ليغادر المستشفى دون إثارة الشبهات. هذه التطورات سنراها في الحلقة القادمة، والتي تبدو أنها ستكون من أقوى حلقات هذا الجزء.